في ناس مش محتاجة أعداء، لأن هم أعداء نفسهم أكتر من أي حد. معلش يا زيزو، غيرها بغيرها. غيرها منين يا هيما؟ ده كان حلم حياتي. المشكلة إن هم مش شايفين ده، لأن هم مش مصدقين إن هم الضحية. بس يا ترى إمتى بتبقى الضحية وإمتى بتبقى مستخبي ورا الدور ده؟ النهاردة هنتكلم عن الفيكتيم منتاليتي، أو اللي بيعملوا دور الضحية. فيلا بينا نحسبها سوا. عمرك قابلت حد دايما بيحسسك ان هو مظلوم، دايما الحياه ضده ودايما كل اللي حواليه وحشين؟ طب عمرك انت حسيت كده بنفسك؟ في الحلقه دي تعالى نحسبها. هنتكلم عن ظاهره نفسيه بنشوفها كتير في السينما، بس كمان بنشوفها حوالينا وساعات بنشوفها في نفسنا. طب تعالوا نحسبها كده ونفهم ايه عقليه الضحيه. عقليه الضحيه هي لما حد يقتنع ان هو دايما ضحيه ظروف، وانه ملوش اي سيطره على اللي بيحصل، او ملوش اي سيطره على حياته، وبدل ما يحاول يواجه بيهرب، بيشتكي، بيلوم الناس اللي حواليه، بيلوم حياته، بيلوم الظروف. والمشكله هنا مش في انك تتاذي او تتعرض لهذا، هي المشكله هنا انك تعيش الدور ده، تعيش الحاله بتاعت انك ضحيه ومأذي وحياتك تقف على كده. وهنا بيجي رأي عالمة النفس الدكتورة كارمن هارا، وهي عالمة نفس وكاتبة مشهورة، وهي بتقول إن عقلية الضحية مش شعور، هو نمط متكرر بتخلي الشخص يفسر ويبرر كل المواقف اللي بتحصل له من زاوية الألم والعجز. وده بيفسر لنا إن الشخص اللي عايش دور الضحية ده مش بيعيش حالة مؤقتة، لا ده هو بيتبنى طريقة تفكير وطريقة تحليل بترضيه نفسيا أما بيحس إن هو ضحية. في فيلم البيضة والحجر مثلا اللي لعبه أحمد زكي في دور مستطاع، يا أهلا بالنور، يا مرحب بالعلم، يا أهلا بالفكر، أهلا بالأخلاق الحميدة. كان واحد من أكتر الشخصيات اللي بتورينا إزاي الإنسان ممكن يتوه بين الإحساس بالضعف والرغبة في السيطرة. كم دول؟ انا هغرقك ب5 وبس. وانا هغرقك في غابات السجون يا حرامي. في البداية بنشوف شخص بسيط جدا، مدرس فلسفة، حاسس ان المجتمع ما ادالوش فرصة والظروف ضده، لكن بدل ما يواجه الواقع اللي هو عايش فيه بيختار يلبس قناع الدجل ويستغل احتياجات الناس ويضحك عليهم. و5 ازاز بيرة تصدير. بيرة؟ ده الاسياد اللي هيفكوه خمرجية. وهنا الضحية بيتحول لجاني، مش بشكل دموي لكن بشكل نفسي، وعقلية الضحية بتخليه يبرر كل تصرفاته لنفسه. تعمل زي كل الناس ما بتعمل يا اخي، تعالى اسرق. والله يا اخي بقى اشرف لك، لانه ببساطة شايف ان هو مظلوم ومضطر يلاعب الدنيا نفس اللعبة اللي هي بتلعبها عليه. الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم، هما اللي بيخلقوا الدجال ويصنعوا بإرادتهم. او مثلا فيلم 3 على الطريق، فهنلاقي مثلا شخصيه زي عبد الله اللي لعبها استاذ محمود عبد العزيز، ان هو شخص فقد اسرته وحاسس ان الدنيا ظلماه، لكنه ماشي في الحياه شايل همه على كتفه. وليه بقابل الناس دي كلها وبفارقها؟ وليه طعم الفراق بقى هو الطعم اللي بيعرفه لساني قبل طعم اللقا؟ رافض يواجه، رافض يتعافى، وبيستسلم للقلق. وطول الفيلم بنشوفه بيهرب من مشاكله بدل ما يواجهها، بس في الاخر هو بيقرر يواجه نفسه، ودي هنا نقطه التحول. دي اول السكه خليل. طيب ازاي نعرف الشخص او الشخصيه اللي عايشه دور الضحيه؟ في شويه علامات كده مشهوره، ان هو دايما شكاك بكاء، دايما بيشتكي، دايما مش عاجبه حاجه، دايما عنده مبرر لاي خطوه فاشله او اي حاجه بتقع عليه، ان في شماعه هعلق عليها غلط، ده هعلق عليها اللي بيحصل. حد سلبي جدا، شايف ان مفيش فايده، مهما عملت مهما حاولت مفيش فايده، اوصل لنفس النتيجه، فبالتالي بيستسلم، بيرمي اللوم على الناس، بيتهرب دايما من المسؤوليه، ما بيشيلش مسؤوليه افعاله، بيستنى حد ينقذه، ولو ظهر المنقذ ده في حياته غالبا بيرفض اي حلول. والشخصيات دي بتبقى دراميه جدا لابعد الحدود، وغالبا انت بتخسر تعاطفك معاهم لما بتدرك ان هم مش عايزين يخرجوا من بره الدايره دي. زي مثلا فيلم الحريف اللي كان بيلعبه استاذ عادل امام. فارس كان شخصيه معقده جدا بتعكس صوره عقليه الضحيه بس بطريقه مختلفه شويه. هو كان عامل بسيط في مصنع، حياته مليانه احباطات، من جوازه فاشله لشغل ما بيحبوش لحرمانه من ابنه، لكن فارس كان موهوب قوي في لعب الكره الشراب، لكنه مع ذلك بيختار يعيش على الهامش وبيرفض يخوض أي مواجهة في حياته، وبدل ما يحاول يغير الواقع اللي هو عايش فيه بكل بساطة بيهرب منه. وده نوع من أنواع جلد الذات اللي بيغلفه الإحساس بالظلم. أو مثلا فيلم عمارة يعقوبيان، شخصية طه أو محمد عادل إمام في فيلم عمارة يعقوبيان كان مثال للمصري المعاصر. بدأ كطالب متفوق، ده مجموعك كبير قوي يا طه، 89%.
انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ ولكن بسبب وضعه الاجتماعي وابوه اللي كان شغال بواب اترفض من الكليه، وده شيء كسره جدا. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. صراحه اللي بعده. لكن بدل ما يتحدى ده بيتحول واحده واحده لشخص ناقم، وبيبرر تطرفه بانه ضحيه للمجتمع. وده مثال حلو جدا بيورينا ازاي الشخصيه لو ما اشتغلتش على نفسها بيتحول لقنبله موقوته، وبيتطرف بسبب احساسه بالظلم مش بس عشان احساسه بالحزن. طيب هل كل ضحيه غلطانه؟ في الحقيقه لا، في ناس فعلا اتاذت واتكسرت واتعرضت لظروف قاسيه جدا، بس في فرق ما بين انك تحس بالالم وانك تعيش دور الضحيه للابد. طيب التحول في عقليه الضحيه بيبدا ازاي او ايه علاماته؟ اولا التحول ده بيكون بدايه ان انت تدرك ان انت عايش في حاجه او في لوب مش هتجيبك ولا هتوديك. فالتحول هنا بيبدا من 3 حاجات: انك تعترف لنفسك ان انت عايش دور الضحيه، مش بس متالم من موقف او متالم من حدث حصل لك. تاني حاجه تسال نفسك انا بعمل ايه غلط؟ انا ايه اللي وصلني لهنا؟ تالت حاجه التحرك، او ان انت تاخد اكشن، او ان انت تبتدي تصلح ده، انك على الاقل تبتدي تشيل مسؤوليه حياتك او حتى جزء صغير جدا منها. في الاخر عقليه الضحيه مش عيب، بس العيب انك تفضل مكمل فيها، العيب انك تفضل مش مراقب نفسك ومش عارف انت بتعمل ايه، والعيب اكتر كمان انك تستسلم وما تحاولش تغير اللي انت فيه، ما تحاولش تاخد خطوه لقدام، ما تحاولش تطلع نفسك من الدايره او اللوب اللي انت عايش فيها دي. في السينما او في حياتنا الفرق ما بين الناجي والضحيه مش الظروف، الفرق في القرار اللي انت بتستوعب ان انت محتاج تاخده علشان دي الحاجه الوحيده اللي هتغير لك حياتك. فاقعد انت بقى احسبها مع نفسك على ما اشوفك الحلقه الجايه، انت مين فيها؟ هل انت الضحيه ولا انت الشخص اللي قرر يكتب نهايه جديده؟